الموسوي. كنت أستاذ صادق قبل قليل قد كلمتك عن الأنبار التي عاشت ظرفا صعبا كانت تحت النار. يعني بدأ الناخب العراقي بشكل عام وخصوصا المواطن الأنباري يفهم مقولة بأن من أراد التغيير فليتجه إلى صناديق الاقتراع. هذا شيء مفرح. أنا ذكرت وأعجبني تغطية الأخ المراسل العراقية وزيارة ديمستورة إلى الأنبار، التفاتة جميلة من ممثل الأمم المتحدة في العراق، وإرسال مراقبين دوليين لمراقبة صناديق الاقتراع، رسالة جيدة إلى الكيانات المتنافسة على أرض الأنبار للوصول إلى مجالس المحافظات. وحقيقة ما يجري في الأنبار هو المفتاح الذي سيضع قدم الإنسان العراقي اتجاه الديمقراطية الصحيحة. نحن كنا متخوفين أن أهالي الأنبار يسيطر عليهم نوع من الإشاعات ونوع من الإعلام السلبي الذي تروجه بعض الفضائيات اتجاه أن يتقاعس الإنسان العراقي، وخصوصا الأخوة الأحباء في محافظة الأنبار والمحافظات المجاورة للأنبار، على أن يدفعون باتجاه التقاعس وعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع. ولكن هؤلاء طبعا نعتبرهم خفافيش وعايشين في الظلام، وإذا رأوا النور فيهربون. فهذا التجمهر حول صناديق الاقتراع في الأنبار هو النور الذي سوف يكون مشعا لكي يطرد هؤلاء الخفافيش من العراق إلى الأبد، ويبقى العراق آمنا وتبقى الأنبار آمنة، وتنتخب أناس كفؤين يستطيعون أن يقودوا هذه المحافظات إلى الخير وإلى العطاء للعراق كله. وأنا فرح جدا لأن العراق كله الآن ليست هناك محافظة مستثنات كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات. الكل ينتخب والكل يصوت، الكل ينتخب والكل يصوت والكل يقرر والكل المصير، والكل يحس أن صوته له ثمن. إذن عودة إلى شبكة المراسلين، مراسلي قناة العراقية، لنقل الحدث التاريخي لهذا اليوم وهي انتخابات مجالس المحافظات. ومعي من بغداد مراسل العراقية إبراهيم الكاتب. إبراهيم، مرحبا بك معنا، وماذا لديك بخصوص إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع؟ نعم، مثل ما أسلفت صباحا بأنه الساعات القليلة القادمة ستشهد كثافة انتخابية هائلة، وبالفعل هو هذا ما حدث. الآن نرى خلفي ترون بأن هناك تزاحم على تسجيل الأسماء ودخول إلى صناديق الاقتراع. كل وسائل الإعلام الآن أشادت تنظيم عملية الانتخابات، وأشادت بالمشاركة الواسعة من كافة أطياف الشعب العراقي في هذه الانتخابات. أحب أن أذكر أنه الضيوف الذي حضروا لهذا المركز الانتخابي، ناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون حضر إلى هنا ضمن جولة في كافة المراكز الانتخابية في مدينة بغداد. المواطنون هنا متفائلون جدا في عملية الانتخابات. سير العملية تسير في شكل انسيابي كبير رغم الكثافة الكبيرة. إذن هذا ما كنت أود أن أسألك عليه إبراهيم. يعني أرى خلفك عدد كبير من المواطنين، كيف ترى تعامل موظفي المفوضية مع هذا الزخم من المواطنين؟ سألنا بعض مسؤولين المراكز الانتخابية في المنطقة، أكدوا لنا بأن ما تسهيل عملية وصول المقترع إلى صناديق الاقتراع تسير بانسيابية كبيرة، خصوصا وأن الأعداد الكبيرة التي تتوافد في الساعات القليلة القادمة ستشهد تناميا كبيرا، وبالتالي سيكون هناك زخم على مراكز الاقتراع. إبراهيم، ابقى معنا لنأخذ هذا التصريح للعراقية من السفير البريطاني. الانتخابات مهمة جدا، هذا أساس النظام الديمقراطي، وإن شاء الله اليوم سيعمق أساس ديمقراطي في العراق. طيب، هل تجولتم في مختلف مراكز الاقتراع في مختلف المحطات، أم هذه أول جولة لكم في هذا المكان؟ لا، أنا زرت مركزين التصويت، وفي كل مركز كل الترتيبات جيدة حسب ما شفته، والانتباه إيجابي. طيب سعادة السفير، كيف رأيت الوضع الأمني، الاستقرار الأمني في العراق؟ هذا يتحسن تدريجيا أسبوع بعد أسبوع. سعادة السفير، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك طيب الإقامة في العراق. شكرا جزيلا سعادة السفير.
إذن عودة للاستوديو مشاهدينا الكرام وضيفي الأستاذ صادق الموسوي. أستاذ صادق، كما رأيت يعني قبل قليل السفير البريطاني يشيد بالانتخابات في العراق، إضافة إلى عدد كبير من رؤساء الدول. هذا أريد أن أبعث رسالة إلى كل عراقي الآن جالس في البيت ربما يتصور أن يتكل على آخرين، يقولون الآخرين يذهبون ينتخبون فلماذا أذهب أنا؟ لا، انظر صوته كم هو مهم، على أن سفير دولة عظمى مثل بريطانيا يذهب يتجول في صناديق الاقتراع، بمعنى أن صوت العراقي يهم بريطانيا، يهم فرنسا، يهم أمريكا، يهم اليابان، يهم كل دول العالم. جلوس الإنسان العراقي في البيت اليوم هو التقاعس أمام أن تنقل الصورة الحقيقية للعراق الجديد أمام العالم. فليذهب، لا تتكل. وبعض المروجين للإشاعات وبعض الإعلام السلبي في بعض الفضائيات الذي تدس السم في العسل تضع أمام الناخب العراقي أنك أنت ستذهب وتنتخب نفس الأناس ونفس الذين لم يفعلوا لك شيء. أرجو أن لا يسمع هذا الكلام. أولا، هو العراقي اليوم لديه الحق أن ينتخب قائمة بكل أسمائها، والعراقي اليوم له الحق أن ينتخب شخصا معينا يثق به، يضع أشارة أمام اسم الشخص الذي يثق به واسم كيان الذي ينتمي إليه. بهذه الطريقتين ليس مجال أمام تكاسل أي إنسان عراقي للذهاب إلى صناديق الاقتراع. نعم، نجد الآن هناك جمهرة خفيرة حول صناديق الاقتراع. نجد اليوم في الأنبار، المدينة التي كنا نتصور أن الإقبال سوف يكون بطيئا لأن الجهات المعادية للعراق الجديد وللعملية السياسية لها تأثير صوتي وتأثير على الأرض بالدفع باتجاه تخاذل الإنسان العراقي في المناطق الغربية للذهاب إلى صناديق الاقتراع. نجد اليوم النشاط في المناطق الغربية أكثر بهجة وأكثر اتساعا وأكثر كما، وهذا ما يفرحنا. فعلى الإنسان العراقي اليوم الجالس في البيت أن ينظر ذلك الإنسان الذي كان مكبوتا وكان صوته مفروضا عليه البندقية أن لا يذهب إلى صناديق الاقتراع. اليوم رفعت البندقية فأصبح لديه الحرية للذهاب إلى صناديق الاقتراع. فعلينا أن نذهب إلى صناديق الاقتراع، أن ننتخب لكي نثبت للسفير البريطاني الذي يتجول على صناديق الاقتراع وللعالم بأهمية صوته. أهمية الصوت العراقي بالنسبة للمراقبين الدوليين وبالنسبة لرؤساء الدول وبالنسبة إلى السفراء، وأهمية هذا الموضوع. كيف ترى انعكاسات هذا الموضوع على علاقات العراق الخارجية المستقبلية؟ نعم، فليعلم الإنسان العراقي من خلال ذهابه إلى صناديق الاقتراع هو بيده مفتاح استقبال الدول لقبولها للمجيء إلى العراق في إدارة الشركات وفتح المشاريع الاستثمارية وإنهاء حالة البطالة وتعويض ما نخسره من النفط اللي الميزانية العراقية معتمدة عليه بأموال المستثمرين الذي سوف ينهض بالميزانية العراقية مما يوصل دخل الفرد العراقي إلى أعلى المستويات. يعني صوتك يا إنسان عراقي عندما تذهب إلى صناديق الاقتراع سوف يزيد من دخلك، سوف يزيد من حالتك الاجتماعية، سوف يرفه أولادك، سوف يحسن من حالة الخدمات، سوف يحسن من حالة المدارس، سوف يحسن من حالة المستشفيات. صوتك ليس هو فقط لأنك تنتخب شخص، أنت صوتك حساب غدا عندما تذهب لتحاسب المجلس البلدي أو المجلس المحلي أو مجلس المحافظة لأنك صوت، ولكن لأن إذا تخاذلت عن التصويت فلا يحق لك أن تذهب وتعترض على مجلس المحافظة. اذهب وصوت حتى يكون اعتراضك مقبولا، مقابل تصويتك يكون اعتراضك أكثر قبولا. هناك مسألة على الإنسان العراقي أن يفهمها، أن انتخابك لمجلس المحافظة لا يعني إذا هذا المجلس أصبح فاسدا لمدة 6 أشهر اكتشف أبناء تلك المحافظة أو تلك ذلك القضاء أو ذلك البلد اكتشف أن هذه مجلس المحافظة غير كفؤ في إدارة البلد، يستطيعوا أن يجمعوا توقيع ثلثي المحافظة بإعادة انتخاب المجلس. هذه المسألة يفهم الإنسان العراقي. نعم. بإمكان الخروج بمضبطة وبجمع توقيع والطلب من المفوضية أن يعيدوا انتخاب هذا المجلس لأن هذا المجلس غير كفؤ. فإذا إذا كان أنت بيدك باستطاعتك أن تغير أعضاء مجلس المحافظة فاذهب وانتخب، فإذا وجدته غير كفؤا
فيعيد انتخابات مجلس المحافظة في تلك المنطقة لكي يأتي بالكفو. فبما أنه هذه المطاطية موجودة والدستور يعطي الحق للإنسان العراقي في أن يغير من يمثله، فلا مجال للتقاعس ولا نصغي للأصوات النشاز. الآن العراق يمر بعرس الشعب الياباني، الآن قد بعيد عنه الشركات اليابانية والحكومة اليابانية والمراقبين الموجودين داخل العراق اللي أرسلتهم الحكومة اليابانية. نعم. لماذا تأتي وتراقب انتخابات عراق الذي نبعد عنها آلاف الأميال؟ لأنها ستوصل ما يجري اليوم من صورة إن شاء الله تكون صورة انتخابات تصل إلى مشاركة أكثر من 90%، إن شاء الله. وصورة إن شاء الله مبهجة وفرحة إذا وصلت إلى أسماء رؤساء الشركات اليابانية والحكومة اليابانية، سوف تدفع باتجاه مجيء هذه الشركات وأن تستثمر في العراق. إذا فتحت شركة يابانية بمعنى أنه وظفنا أكثر من 20-30 ألف إنسان عراقي في هذه الشركات، دخلهم يزيد ويصير نهضة خدمية داخل هذا البلد. يعني صوتك أنت ليس فقط لأنك تنتخب إنسان يجلس على مقعد، صوتك يصل إلى بقاع الدنيا كلها، إلى أستراليا، إلى أمريكا، إلى نيوزيلندا، إلى أوروبا، إلى كل دول العالم، بأنه العراقي أصبح عنده استقرار أمني، أصبح عنده صوت مهم. الديمقراطية في العراق بدأت خطواتها بشكل جدي، هذا يدفع باتجاه أن كل دول العالم سوف تأتي وتتعاقد مع العراق وتتفق مع العراق وتقف إلى جانب العراق لاستقراره الأمني، وخصوصا نحن بعد فترة سوف تنسحب القوات الأجنبية من العراق وتصبح قوانا الأمنية والعسكرية هي اللي بيدها الملف العسكري والأمني. إذن العراق يتجه نحو السيادة كاملة. راح نتجه نحو السيادة كاملة. هذا الاتجاه يحتاج إلى صورة جيدة للإنسان العراقي حتى نثبت. يردون القوات الأجنبية تخرج من العراق، عليك أن تذهب أن تصوت، لأنك أنت إذا ذهبت وصوت سوف تجعل هناك عاملا ودافعا قويا لأن القوات الأجنبية لا نحتاج لها في البلد، لأن العراقي ذهب وصوت ومارس ديمقراطية بشكل حر. فما تبريرات وجود قوات أجنبية إلا لسبب واحد، هو أن تكون قوانا العسكرية وصلت إلى مرحلة من الكفاءة وعندها قوة جوية تتمكن أن تسيطر على أجواء العراق. بعد ذلك نقول لهذه القوة الله معك واذهبي، ويبقى العراق سيد نفسه. وإن شاء الله في انتخابات مجلس النواب القادم لا نجد قوة أجنبية على أرض العراق، سوف نجد شركات استثمار على أرض العراق، سوف نجد الإنسان العراقي يثابر من أجل الحصول على. لو كنت تشاهد معي الشاشة الآن وإقبال المسؤولين منذ ساعات الصباح الأولى، المسؤولين في الدولة العراقية وأعضاء مجلس النواب يتوافدون بشكل مستمر على مركز الاقتراع الخاص. يعني كيف تنعكس هذه الصورة على الناخب العراقي؟ دعني أقول أن المسؤولين الموجودين الآن الذين يقودون البلد مروا بفترات مخاض عسيرة، نضجوا. يعني أنا لا أميل لأحد منهم، رجل محايد، ولكن وصلوا إلى مرحلة نضوج، أصبحوا رجال دولة، وأصبحوا الناس ينظرون إليهم كقدوات. فالقدوة عندما يذهب إلى صناديق الاقتراع ويدفع باتجاه الذهاب إلى صناديق الاقتراع، فعلى الناس أن يفهموا أن هذا المسؤول الذي خرج لينتخب هو ليس يتمتع بامتيازات أكثر من الشعب العراقي، هو إنسان جاء ليخدم الشعب العراقي. بعد سنة هؤلاء المسؤولين بانتخابك لمجلس نواب جديد كلهم سيتغيرون. والدليل أن كثير من الوزراء كانوا وزراء والآن أصبحوا أناس عاديين يذهبون إلى صناديق اقتراع عادية ليست لديهم امتيازات، ويصوتون كما المواطن يصوت، كما أن يصوت المواطن. وغدا ربما السيد المالكي إذا لم تحل له الفرصة أن يكون رئيس وزراء قادم أيضا سيصبح مواطنا عاديا ويذهب إلى صناديق الاقتراع وينتخب. المسألة هذه الفروقات التي كانت الأنظمة الدكتاتورية توجدها بين المسؤولين وبين الناس، والامتيازات اللي كانت يتمتعون بها فراشي المسؤولين على الناس العاديين، هذه الأيام انتهت. الآن الإنسان العراقي هو الذي يوصل السياسي إلى الحكم، إلى أن يكون بخدمته. موضوع مهم وشيق، أكمل معك الحديث ولكن بعد أن ننتقل إلى مؤيد الفرطوسي وضيفه اللواء قاسم عطا الناطق باسم خطة فرض القانون. الكلمة لك مؤيد.
نعم رياض، هنالك إجراءات أمنية مكثفة حول المراكز الانتخابية، وبخصوص هذا الموضوع نستضيف معنا اللواء قاسم عطا الناطق باسم خطة فرض القانون.